هو ليه إلي نايت رغم ان هو مصارع شاطر وعنده عضلات وبيعرف يصارع وبيعرف يتكلم على المايك ويبيع تيشيرتات، كل الحاجات الغريبه دي، عمره ما كان نجم اول او خد بطوله الدبليو دبليو اي؟ الموضوع ده غريب قوي وفي مشاكل بينه وبين تريبل اتش حتى بره الكواليس. تعالوا بقى اقول لكم التفاصيل كده ونشوف الموضوع بدا ازاي. إلي نايت قصه نجاح ملهمه قوي، لان الراجل ده على فكره لو شفتوا بروموهات من مثلا 12 سنه هتلاقي سين بانك بيتكلم كيفن ناش من 15 سنه كمان، وإلي نايت ده واقف وسكيورتي وراهم كده، واحد فرد امن يعني. فالراجل بجابها من تحت قوي وراح اتحادات كتير جدا، بس هو عمره ما تقدم ان هو بطل اول. الموضوع ده سببه ايه بقى؟ رغم ان هو عنده كاريزما وكل حاجه، في 2026 الاجابه كانت واضحه قوي لما بدا يظهر حاجات زي دبليو دبليو انريل والحاجات اللي بتكشف الكواليس وايه اللي بيحصل في السيناريوهات وبتتكتب ازاي. يعني مثلا قال لك ان كان مكتوب رسميا الايلي نايت هو اللي يكسب اصلا الماني ان ذا بانك ويدوها في الاخر لجيري اوسو، عشان راي واحد بس اختلف عليه. الجزء المحبط في الموضوع هو ان إلي نايت خد الدفعه دي او الشعبيه دي من الجمهور مش من الاداره، فالنوع ده من الشعبيه للاسف تريبل اتش بينيمهم على قد عقلهم كده ويدوهم السوكسي وخلاص. يعني مثلا درو ماكنتاير مسمع جدا ومحدش طايق كودي رودز، فخلاص هندي درو بطوله 20 يوم ويخسرها. سامي زين مثلا في السعوديه هنديله البطوله 5 ايام ويخسرها. حاجات كده يعني اللي هو ايه، ملكوش حجه بس في نفس الوقت هعمل اللي انا عايزه. لان تريبل اتش بيتعامل بطريقه البنا اللي هو يقعد سنين يصنع نجم، بس احيانا بيطلع ناس كده حتى ايام ماكمان زي ستيف اوستن، دانيال براين، بيكي لينش، كوفي كينجستون، كلهم بقى نجوم غصب عن الاداره. بس مع إلي نايت بالذات الشركه مصممه ان هم يستنوا ويدفنوه. بس في مشكله كبيره في الموضوع الشركه مش واخده بالها منهم، ان موضوع البناء او الربط ده لو الجمهور مسمع مع حاجه قوي ومتحمس له قوي، والمصارع ده مثلا اتصاب او ما خدش دفعه او خسر كتير جدا، كل ده بيخلي الجمهور اصلا يفقد الشغف فيه. عارفين زي مين؟ زي بري وايت مثلا قبل كده، زي حتى سيدي فاندانجو لما كان طالع باغنيه تعبانه كده اتصاب تقريبا ورجع، كانت الاغنيه دي مبقتش ترند، محدش بقى فاكره. وبرضه حاجات كتير، ناس كتير بيتصابوا زي مثلا دانيال براين بعد ما خد البطوله في الياس موفمنت بتاعت راس المنيا، اتصاب بعدها ما بقاش بنفس الضجه قوي الكبيره دي. هو طبعا مصارع عظيم يعني، ودايما الفرص اللي بتروح لإلي نايت بتنتهي بنفس الطريقه، فالجمهور بطل يتحمس خالص ليه، يقولوا ده مصارع هيفضل طول عمره مصارع متوسط. رغم ان الراجل لما تشوفه بروموهات ولا حاجه بيقعد يقول لازمات مع الجمهور زي ياه ومش ياه، ويقعد يقول لك مش عارف يقلد مصارعين. يعني مثلا مره، وحتى لو كان النجم ده كبير، يعني مثلا اخر عرض الرو لما كان واقف قدام رومان رينز كان بيتريق على دخلة ذا شيلد، فرومان رينز غصب عنه قعد يضحك، اللي هو فعلا انت بتقلد صح او شخصيه يعني عندك كاريزما، فاهمين ازاي؟ فالجماهير دايما بتسال هو إيه نايت امتى يشيل حزام طيب، وبقى بيسالوا هي امتى الدبليو دبليو ايه هيرضى عنه. طب ايه بقى فلسفه الاداره الابداعيه دي؟ بصوا يا جماعه، جزء من المشكله بيرجع ان الاداره الابداعيه دي تحت قياده تريبل اتش ركزت على البناء والتخطيط الطويل للقصص، وان هم يركزوا قوي مين هياخد فترات البطوله. يعني مثلا وصلنا لمرحله ان كان فتره البطوله ما بتتغيرش الا في سمر سلام وراس المنيا. مؤخرا الموضوع ده بدا يتكسر، وللاسف برطرطه شويه. يعني ايه برطرطه؟ يعني مثلا تلاقي فلان قاعد بالبطوله 100 يوم، اللي بعده 100 يوم، اللي بعده 100 يوم، مبقاش حد بيقعد بال 600 والحاجات زي زمان. رغم ان كان ساعات بيطلع منها حاجات حلوه زي جونتر مثلا بالقارات. وبرده الاستراتيجيه دي طلعت سيناريوهات حلوه قوي ممتازه، بس في نفس الوقت خلت صعب جدا نجوم الجمهور هم اللي يصنعوهم. فاهمين ازاي؟ لازم انت الاداره تكون راضيه عنك. ولو بصيت على اكبر اسامي دبليو دبليو في الكام سنه اللي فاتوا هتلاقي مثلا كودي رودز، رومان، بانك، رولينز، جونتر، بروك ليزنر، دول اللي ماسكين القمه دايما. ومؤخرا في نجوم شباب زي اوبا فيمي وبرون بريكر بياخدوا استثمار كبير ما تعرفش اخره ايه. يعني واحد زي برون بريكر ده من اسبوعين كان متهمش خالص. فهل ده معناه ان الدبليو دبليو مش بتثق في إلي نايت اصلا؟ في ناس بتقول لك بقى لا، هو بيطلع بشكل منتظم عادي وبيعتمدوا عليه في بروموهات وفقرات مهمه عشان هو فعلا مهم. الموضوع ده بصراحه عشان ما نحملش الشركه فوق طاقتها، ومعاهم حق. يعني برضه انك يبقى رومان رينز طالع من سيم بانك وجيكوب فاتو وسيس رولينز وتحطه قدام إلي نايت، معنى كده انك شايفه مصارع مهم. بس برضه حته ان انت يعني تصارع على البطوله لمجرد ان يبقى اسمها صارعت على البطوله دي مش حلوه. والدليل على كده ايه؟ دليل جونتر. يعني جونتر مثلا كان طالع قعد يخسر من كودي رود 7000 مره، وبعد كده دخل في الماتش الرباعي ده خسر، فبروك ليزنر قال لك انا مش عايز العب جونتر، قال لك الراجل ده عمال يخسر مش هلعبه واعتذر. فبرضه ساعات وبرضه درو ماكنتاير دفن نفس الدفنه السوداء. للاسف اغلب الناس اللي بيقعدوا يخسروا دول بيبقوا قدام يا اما رومان يا اما كودي، وممكن رومان بيعرف يمشي سيناريو معاهم شويه بس كودي ما بيعرفش طول الوقت. وبرضه حته السن بيقول لك عامل كويس ان هو اللي بيبص على الامور بشكل سطحي. إيدا نايت لما خد الشعبيه دي كان في اوائل الاربعينات، ورغم ان السن لوحده يعني ما يمنعش انه يبقى بطل عالم، ما انت عندك سامي زين واخدها 41 اهو، وبرضه بانك 47 وحاجات كده. بس هو دايما بيقول لك احنا شايفين نجوم تانية اهم وينفع نستثمر فيهم على المدى الطويل. رغم ان الجمهور دايما بيكتبوا على الدبليو دبليو اي بيقولوا لا الشعبيه اهم من السن. المكان ده، وعلى فكره يا جماعه ستيف ويستن قال كده مره، قال لك لو انت بتعرف تيجي ترج القاعه كلها وتقلبها كده تخلي الناس متحمسه ده مكانك. انا بصراحه شايف انه معاه حق. طب هيحصل ايه بقى لو إلي نايت
حصل معجزه كده وكسب البطوله. النظريه السلبيه والتشاؤم اللي الجمهور اتعود عليها انه هيحصل زي ما حصل في سامي زين، هنعمل لحظه ما تتنسيش ونخلي الراجل مثلا جراند سلام، لو هو ما كانش جراند سلام زي سامي يبقى جراند سلام كده، بس فتره المده دي هتبقى سنويه، هيبقى بطل انتقالي. وللاسف موضوع البطل الانتقالي ده تحسه ساعات بيقلب بهبل. يعني انت عندك واحد زي جي اوسو لما كسب الرويال رامبل كسبها وسط بانك ورولينز ولوجان بول ورومان وكل العالم، عشان يروح راس المنيا يخلي جونتر يستسلم وكمان يقعد مش عارف 20 يوم حاجه كده ويخسر. اللي هو يا جدعان طب ليه؟ يعني الراجل ما طولش بالبطوله، فانت دفنت جونتر ودفنت ناس مهمه جدا. وعلى فكره في الرويال رامبل دي كان كل الاداره مصممه ان بانك هو اللي ياخدها الا اسمين برضه، وعملوا راي الاثنين التانيين. طب هيحصل ايه بقى لو نايت كسب البطوله دلوقتي؟ زي ما قلت لكم هتبقى بطوله انتقاليه، هنعمل لحظه الجمهور يتكلم عليها وبتاع، بس مش هتطول. هيبقى الموضوع عباره ان انت بتسلم راي لحد تاني. طب هم ليه بيعملوا موضوع البطوله الانتقاليه ده؟ هم ناس مثلا اغبياء؟ ما عارفين ان احنا هنتضايق لما نلاقي اتحمسنا والشغف ده راح. بصوا يا جماعه ساعات بتبقى حاجات، يعني مثلا عندك كودي رودز كان على الورق هيلعب سامي زين، الناس كانت متضايقه ان كودي هيسرق لحظه سامي، فعملوا حاجه كده تانية، قال لك هنجيب بانك في شيكاغو ويخش على سامي فهو اللي ياخد البطوله، وفي بلده كده كده هياخد الشعبيه الزياده. وعلى فكره سامي لما كان واخد الولايات قبل الدبليو دبليو اي ما كانش حد بيشجع له، هو خد التشجيع ده كله عشان بطوله الدبليو دبليو اي كبيره شويه وعشان كان في بلده. فهي دي الفكره، احنا استفدنا ايه لما بانك اللي خدها؟ ان احنا حافظنا على كودي رودز ان الناس ما شافتوش ممل، وان احنا حافظنا على بانك ان احنا معانا نجم كبير بيتصدر. وحتى على فكره في اجانب قال لك احنا زعلانين على سامي بس البطوله شكلها يعني مظبوطه على سين بانك. وفي نفس الوقت حته اللي هو ايه، واحد زي سامي زين ده مثلا لما خدها تريبل اتش قال لك اصلا انا عمري ما شفته نجم شباك ولا نجم حاجه، وهو الراجل اخره كده متوسط، رغم ان سامي زين ده مصارع مهم كاداء وكبرموهات على فكره. يعني لو تفتكروا فتره البلاد لاين اللي هي ال 1300 يوم كان سامي في مرحله، وبتتكلم في شهور مش مثلا يومين ثلاثه، هو اهم حد في البلاد لاين، هو الناس بتستنيه النكت بتاعته والحاجات اللي بيقعد يقولها دي. وبرده حكايه بقى ال نايت دي مش عارف بصراحه يقدروه امتى، بس هو للاسف في ناس، يعني حد زي لو بصيتوا معايا على فين بالور مثلا، الراجل نزل صورته بعد ماتش الرباعي وقال لك ده هفضل مكاني طول الحياه، لان هو ما خدش بطوله الا مره واحده وكانت يوم، فما اعرفش بقى دفنوه للابد ليه كده. فقولوا لي انتوا بتحبوا اولي نايت اصلا ولا لا؟ انا بحس الناس في مصر ما بتحبوش قوي ولا بيحبوا جونتر، في ناس بتقول لك ما بيعرفش يصارع، ناس بتقول لك مش عارف ايه. هو بصراحه ليه شويه بوتشات تمام، بس يا جماعه الراجل كبير برضه والراجل جسمه حلو والراجل بيعرف يتكلم. وعلى فكره يا جماعه موضوع المصارعه ده اي حد قديم في المصارعه هيعرف ان الاداء المتوسط ده ليه حل طالما مش كارثه، فاهمين ازاي؟ يعني اقول لكم يعني ايه ليه حل، ممكن الكلمه غريبه شويه. انت مثلا لو جسمك معضل هتعرف تعمل سوبر سوبلكس، واي حركه عايزه مجهود بدني تمام، ده حاجه. لو ضفت شرط في الماتش او معاك مؤدي شاطر زي شات جيبل مثلا والناس دي، الماتش بقى ممتاز. يعني هو رومان رينز يا جماعه في فتره البلاد لاين دي كان بيعمل ماتشات حلوه امتى؟ ما كانتش كتير خالص، كان اغلبها حاجات، اغلبها تدخلات وبتاع. النهارده الراجل بيتطور طبعا وبيشتغل على نفسه، بس دايما معاه حد، يعني واحد زي سيث رولينز عمل معاه ماتش عظيم، اتقال لك ده احسن مين ايفنت في سمر اسلام كلها، حاجات كده يعني فان حد يشيلك في ماتش دي حلوه، بس ما يبقاش الاداء كله بوتشات وغلطات، يعني مش سين كاره يعني. وبرضه ما يبقاش الاداء وحش والمايك نفسه وحش. يعني عارفين كارين كروس كده كلكم عارفينه، كارين كروس ده مشي بسبب الحكايه دي، ان هو بيقول لك اداؤه في الحلبه كارثه، وان هو عايز مراته معاه وهم مش عايزين مراته ولا حاجه، وان هو عايز يعمل شخصيه الشيطان دي ومش واخد وقت كفايه، والراجل عمال يخبط في الاداره وبتاع. بس كان المشكله الاساسيه ان اداؤه في الحلبه ما يشيلوش، رغم ان طبعا الراجل ده على فكره يعني عنده رؤيه وبتاع، ده عمل فيلم مترشح لاوسكار اصلا، فيلم قصير وراجل فاهم يعني، والبرومات بتاعته فيها فلسفه وبتاع، ويقول لك الشيطان ومش عارف ايه بس برضه جزء منها ظلم طبعا، وجزء منها ان هي الشركه، انت في النهايه بتبيع المنتج ان هو مصارعه، انت برضه لازم تعمل اعتبار ان في ناس قاعده تتفرج ما يعرفوش دول بيبيعوا ايه اصلا، ولا هو بيتفرج اتنين بيضربوا بعض بس الفرق ان انت بتعملها بشكل سينمائي. هو مثلا ايه اللي يخليه ما يتفرجش على اليو اف سي ويتفرج على شركتك؟ ان انت اليو اف سي دي بتشوف ناس ظاهريا ماسكين في بعض ومفيش ضرب اصلا او بنيات عاديه جدا، وتلاقي بعدها وشه اتدمر لان هو بيضربه بجد. في المصارعه العكس، حته المبالغه دي اللي موجوده، هو ما بيضربوش بجد. يعني مثلا تلاقي دم، تلاقي بتاع، تلاقي مش عارف ايه، تلاقي خيانه، عوده واحد، مش الحاجات دي كلها كانك بتتفرج على فيلم. هي صناعه انقذها فينس ماكمان. انا بتكلم بره الموضوع شويه، بس هو للاسف تريبل اتش مضيعها في حته ان هو بيحب المضمون. يعني عندك مثلا كيفن اوينز وفين بالور، الناس دي في اول سنه طلعوا العرض الرئيسي خدوا بطوله الدبليو دبليو اي. النهارده في عصر تريبل اتش ده بيحصل مره في المليون. كان عندك واحد زي برون بريكر، ممكن اعمل لكم فيديو عن برون بريكر، نفس الفكره دي. الراجل ده يا جماعه كان مكتوب له ان هو اللي ياخد الرامبل، بس تريبل اتش قال لك لا، لو خد الرامبل دلوقتي هيقولوا ان احنا بندفعه زياده وبنفرضه علينا وبتاع، فهنديها لرومان رينز. وفي ناس كتير هجمتوا على الموضوع ده. ده كان الفيديو يا جماعه، اشوفكم في حلقه جديده ومع السلامه. كان الفيديو يا جماعه، انا ادهم مقدم قناه مصارعه،
عامل ليكوا صاحب على الايفون عايز تكسب وصل الفيديو 40 لايك واختار واحد من الكومنتات. نوعيه القناه هنا كلها عباره عن فيديوهات اخبار، فيديوهات تلخيص عروض شهريه، فيديوهات توقعات وتسريبات. العرض الاسبوعي الوحيد اللي بلخصه بيبقى عرض مسرب مش عرض عادي وخلاص. حاجه تانية معانا ان القناه هنا بتبقى عباره عن في فيديوهات تانية قصص حياه مصارعين، فيديوهات تانية زي مثلا بعمل لك ليست اكتر مصارعين اتصابوا، اكتر مصارعين مش عارف ايه، حاجات زي كده. بتكلم على الاي دبليو طبعا، وبطلع لايفات احيانا في العروض الشهريه. لو انت بتحب محتوى تاني زي ملخصات خش اتفرج عندي في الكومنتات تحت، هسيب لك اللينك اسمها ملخصات من الاخر. القناه دي ان شاء الله مكمله معاك كل يوم فيديوهين. لو عايز فيديو ايا كان مش لازم تشترك في العضويه وكده، قول لي انا عايز فيديو فلاني واعمله لك، ومنورين عندي والله. معنا بس قناه عندي والله بتكبر الى حد ما، وانا عندي قناه تانية ملخصات لو عايزين تخشوا تتفرجوا عليها تحت تخشوا. ومع السلامه. لو انا لا يعني عملت انواع كتير جدا عادي، بس انا لقيت ده بيتشاف اكتر لحد ما نحقق الربح. بعد شهر مثلا نبدا نشوف بقى الدنيا ايه عباره عن ايه. تمام. عامل ليكوا صاحب على الايفون عايز تكسب وصل الفيديو 40 لايك واختار واحد من الكومنتات. ولو وصلنا 200 سبسكرايبر اختار واحد بالليل. واشتغلوا كده يا جماعه معايا في السبسكرايبرز والحاجات دي، لان انا لسه بشوف القناه يعني في فيديوهات بتتشاف قوي، فيديوهات لا، ولا فيديوهات اقترحت الاجانب وبتاع. فعلى قد ما نقدر عايزين نكمل القناه بشكل محترم يعني. اشوفكم في حلقه جديده، وصلوا الفيديو 40 لايك ومع السلامه.